السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واهلا بيكم مرة تانية في قناتي قناة موني ستايل، ومعاكي منال سليمان. والنهاردة فيديو جديد غريب شوية منه ما عملتوش قبل كده في القناة، كان بصراحة برغبة الضيفة اللي موجودة معانا ومنورانا النهاردة في فيديو النهاردة. يلا نسقف لها ونقول لها مرحبا. عرفتوا مين؟ رورو والبنات، من اهم القنوات واحب القنوات الى كل البنات، رورو والبنات. ريهام النهارده معانا وقناتها هتكون بتعاون معايا، واتشرف ان دايما يكون معايا تعاون مع قناه رورو والبنات. والنهارده انا وهي هنعمل المنتجات السيئه اللي عملنا بيها اللوك، فانتوا هتاخدوا من عندي هنا منتجات سيئه، منتجات كرهتها، وهي كمان هتكون عندها منتجات كرهتها، فهتجمعوا كميه منتجات حلوه جدا مش هتقربوا لها ومش هتشتروها. فالفيديو ده مهم جدا، اتمنى بعد ما يخلص الفيديو تروحوا تشوفوا فيديو رورو والبنات وتعملوا لها لايك وتعملوا لها فولو، وكمان تقولوا لها انكم من عند موني ستايل وتكملوا معايا الفيديو. انا مش هعمل اللوك الاول، انا هتكلم عن المنتجات وفي الاخر هوريكم اللوك بالطريقه السريعه، عشان اللي مش حابب يشوف اللوك يشوف المنتجات. فانت لو حابه تشوفي الريفيو دلوقتي هتسمعي الريفيو معايا، لكن لو حابه كمان تشوف اللوك اتعمل ازاي هتروحي على الدقيقه دي. ولو عايزه الاثنين كملي معايا الفيديو من دلوقتي لاخر الفيديو. في اخر الفيديو ما تنسيش تعملي لايك، ويلا بينا على الفيديو. اول حاجه ما حبيتهاش ويمكن ده مش اول مره اتكلم عنه، اللي هو الماجيكس مارك بتاع ايفون، ريحته كحول جدا. هحطه دلوقتي عشان اثبت بيه الميك اب وتشوفوا بيسيب ميه وما بينشفش بسرعه وتستني عليه. حطيته في الاول وفي الاخر بشم ريحه سبيرتو كولونيا، مش حباه. وكمان لما بحطه بيفضل مبلول فتره، وممكن ساعات ياثر على الماسكارا، بيأثر ساعات معايا على الحواجب، غير بتاع ايسنس مثلا. فانا ده للاسف كرهته. هتقولوا لي خلصت منه، للامانه انا بستعمله ببلل بيه البيوتي بلندر. فاول حاجه وهو الماجيكس ده من ماجيكس مارك من ايفون، ده انا كرهاه ومش حباه. تاني منتج معايا وللاسف برضو من مصر وهو لونا. برايمر لونا ما بيعملش حاجه غير ان هو بيلزق المكياج، بيخلي المكياج وانتي بتحطي الفاونديشن والحاجات دي تحسي ان وشك ملزق، مش بينشف على البشره، مش بيقفل المسام، مش بيعمل اي حاجه خالص. بدليل انك هتلاقي مع المكياج وانا بحطه، انا حطيته هو الاول وبعدين حطيت الفاونديشن، مع سوق الفاونديشن كمان الاثنين مع بعض بين المسامات ليها. وهعمل لك زوم قد ايه البرايمر ده ولا قفل المسامات ولا حاجه، حتى ما رطبش لانه ما فيهوش كريم، هو سيليكون كتير، السيليكون فيه كميته كبيره، وبالرغم السيليكون الكتير للاسف ما فيهوش قفل للمسامات، بالعكس كده انا ضريت بشرتي وما حلتش المشكله. فلونا انا اسفه ان ده ما اتمناش اي بنت، رغم انه رخيص مش غالي ب 120 جنيه او حاجه زي كده، لكن انا ما حبيتهوش. امال بقى البشره الدهنيه هيلزق ازاي معاها؟ اكيد هيبلبط كده. فده تاني منتج بكرهه وما بحبوش. تالت منتج معايا، وده يمكن مش متناول في كل الناس، او لانه موجود في شي جلام، قلم الحواجب، رغم انه طري وفي السبولي في الفرشه، ممكن تستعملي بقى الفرشه. يعني انا في الحاله دي هستعمل الفرشه بتاعه القلم، او ممكن اصلح بيه حاجه لانه لونه احمر جدا. انا ما صلحتش اي حاجه من المكياج لان الفيديو معمول مخصوص للحاجات اللي مش حلوه. قلم الحواجب من شي جلام يمكن خطأ في الدرجة، يمكن هو كل درجاته على أحمر، أيا كان أنا ما حبيتهوش. رابع منتج معايا وهو للأسف هاي اند، وهو انستازيا بيفرلي هيلز الستيك. كل البنات بتحب الفاونديشن الستيك لانه سهل في النقل، سهل في الشنطه، سهل في تصليح المكياج لو انت بره او في الدوام. يعني في براندات كتير عملوا الستيك. للاسف الفاونديشن ولا بيغطي، درجاته كلها على بينك، خفيف، مفيش تغطيه خالص. سي جاست ان انت حطيتي لون على بشرتك. لو انتوا شايفين انا مساماتي كلها باينه، لو في لسه هالات، لو في لسه خطوط. الفاونديشن اسوأ مما اتخيل انك تجربيه. الدرجه بتاعتي كانت فيه وورم ايفوري، وانا عاده دي الدرجه اللي بحطها، مع انها باينه انها فاتحه، بيأكسد، بيخطط،
بيروح بسرعه، حرام 13 15 دينار بفاونديشن هاي اند يعمل معانا كده. فما اتمناش انك تجربي ابدا انستيزيا بيفرلي هيلز الستيك. وخامس منتج معايا هو نجد اربن ديكي، وده كمان هاي اند، واسفه اني بتكلم كده على الهاي اند النهارده. الهاي اند دي واو، وانا ما عنديش هاي اند، ودي بتستعمل ايسنس، دي بتستعمل دراج ستور، والبنات دلوقتي في الجامعه بيحبوا يتفشخروا انا عندي كذا وكذا وكذا. لا مش شرط خالص، اهم حاجه تكوني مرتاحه في المنتج، بيغطي لك عيوبك، بيخلي وشك فيه نضاره، بيخليكي شكلك حلو. وده اربن ديكي بيخطط، بينشف تحت العين، مع ان ناس كتير شكروا فيه، لكن لو بشرتك جافه نكد اربن ديكي ممكن تاخدي قصاده كوميفلاج من ايسنس، تقدري تاخدي كاترس، احسن بمليون مره من انك تدفعي 300 جنيه او 400 جنيه في كونسيل. متمناش انك تجربيه اصلا. وسادس منتج معانا برضو من مصر هو لونا. البودر بتاعها بصوا هو فيه الاسوأ للامانه، وانا وزعتها خالص ومشيتها من عندي، وهي سيبال اهي. سيبال ما حبيتهاش خالص، بتجير، عامله زي الطباشير. بعديها على طول كانت لونا. لونا مش سيئه رغم انها على اصفر، لكن بتروح في خلال ساعتين، بتطير مع الهواء. يعني مجرد لو ركبت سيارتك او ركبتي المواصلات بتاعتك، مجرد ما هتروحي للمكان فتره المواصلات ده، لو في البرد بقى او في الحر، خلصت البودره. ما حبيتهاش. الدرجه دي 606 ايا كان بقى، ومكتوب عليها كومباكت باودر. انا ما حبيتهاش رغم ان عليها الفرعوني بتاع مصر، وانا بحب مصر وحشتني جدا، لكن اتمنى ان المنتجات المصريه تكون احسن من كده الباودر. وسابع منتج معايا برضو على نفس المستوى البرودكت دي، ورخيص ومش غالي، وهو برضو من ايفون ترو، اللي هو قلم الكحل. سواده زي ما انتم شايفين بيقلب رمادي، معرفش ليه. شايفين القلم الكحل؟ هتلاقوه انا حطيته وبعد كده موهت شويه. اللون السواد مش السواد الكاحل اللي انا متخيلاه وعارفاه. شوفوا تحسوا انه رمادي، شايفين؟ ما اعرفش ليه قلب رمادي معايا، بيقلب رمادي. الحاجه التانية بيسيح بمنتهى السهوله. يعني انا بحطه وانا رايحه الدوام من جوه خفيف، او على الجفن من جوه، واحط المسكره. للاسف يعني ساعتين في الدوام وابص الاقي كله بيقول لي منال الكحل سايح، منال فيه حاجات سودة نزلت. طبعا عايزه اقول لكم حاجه مهمه ومعلومه مهمه جدا لازم تعرفوها، ان الكحل لما بيسيح كتير وانت بتستعملي كحل بيسيح، ده عامل كبير في الهالات السوداء. جلد الرقيق كتر المسح فيه وتصليح الكحل اللي بيسيح بيزود الهالات، فخلي بالك جدا لما تستعملي قلم كحل يكون ثابت مش بيسيح، وسواده حلو مش رمادي زي ما انتم شايفين. وتامن منتج معايا النهارده وهو الماسكارا من اوريفلام. ماسكارة اوريفلام اللي هي اسمها جورداني جولد، اللي هي دي فرشتها حلوه مش وحشه، كبيره شويه، لما بتيجي تعملي تحت ممكن تسيح معاكي، لكن بتفرق الرموش فقط. بتحسي بقى لو رموشك قليله ومع التفريقه دي تحسي انك تعدي الرموش، يعني اللي هيشوفك هيقول لك انت رموشك ضعيفه قوي، لان احنا عاده الماسكارا بنحطها عشان نعمل فوليوم، نعلي الشعر بتاع العيون، نفتح العين. لو انتوا لاحظتوا اني طولت الرموش وفرقتها، حسيت انها تعدي، شايفه؟ ومش باينه قوي ومش تقيله قوي، يمكن مش عايزه ميك اب خالص، عايزه تتحط لوحدها، وبرده بتسيح. فالاتنين مع بعض الكومبينيشن بتاعهم مش حلو خالص، ما اتمناش. والحاجه العجيبه نرجع تاني للهاي اند، وهو البلاشر. انا اسفه جدا ماك، انا بحبك قوي وبحب حاجات فيك كتير قوي، وهاي اند محترم. دي غلاسه، هتشوفوني وانا بحط البلاشر اخده بالفرشه وافضل اعمل كده علشان يبان، وبرده مش بيبان. بجد اتعذبت فيه قوي لدرجه ان انا عشان احطه بحفر كده البلاشر عشان اخليه بودره الاول، وابدا اخده. مش عارفه هل ده النوع مش حلو، عندهم انواع تانية حلوه. الدرجه دي اسمها موكا، من الماركات او من الدرجات المعروفه جدا. للاسف سيء جدا. عاشر منتج وهو الاي شادوز. الاي شادو مش هقول ان انا كرهتها، لكن قليل قوي لما بستعملها. هما الاتنين باليت دول، انا ما استعملتش دي في اللوك لكن استعملت دي اكتر. بيوتي كرييشن من الماركات اللي طلعت هبه كده مره واحده، وناس كتير اتكلموا عليه مره واحده وهوب نزل. يمكن جودته
تشوفي العلبه تعملي سواتش، بتلاقي حاجات جميله والوان حلوه. العلبه حلو وفيها الوان حلوه، اورنج، مستردة، زيتي، قريبه جدا من بتاعه انستازيا بيفرلي هيلز، لكن البيجمنت بتاعها ضعيف شويه. اول ما جبتها واستعملتها حلو، قلت بتتعمل بيها لوك يومي مفيش اي مشكله، لكن يعني خساره ان انا اجيبها، ما انا ممكن اجيب ايسنس ارخص منها. ما حبيتهاش. سيفورا الوانها بيجمنت وكل حاجه، لكن برضو بتختفي بسرعه. دي يمكن من البلتات القديمه بتاعه سيفورا، ما حبيتهاش. اللي مش كرهتها، ندمت بصراحه اني جبتها رغم اني بدنار ونص او بدنارين، من جولدن روز، وهو الستيك بتاع الهايلايت بتاع جولدن روز. بصوا انا حطيته، ما كملناش مثلا ساعه الا ربع، والهايلايت ضعيف قوي، كريمي قوي، يعني انت لو بشرتك دهنيه هيفضل يلمع بطريقه مش محببه، ضعيف. يمكن بيدي نضاره يمكن، بس انا ما حبيتهوش. ما اتمناش انك تجربيه. ممكن تاخدي بتاع ويت اند وايلد، احلى كتير منه. اخر حاجه ارواج اتش&ام اللي هي عامله زي القلم. ما اعرفش في انواع ارواج تانية انا ما استعملتهاش، لكن بصوا، اولا بتدي اكنك حاطه زبده كاكاو اللي هي البالم العاديه جدا، بترطب الشفايف على فكره، هو بيرطب. فنقول عليه ان هو ليب بالم احسن من نقول عليه ليبستيك، علشان ما تضحكوش علينا وتقولوا ان هو روج. فهو بيفضل بيلمع كده، بيلزق، بيروح بسرعه البرق. ودي كل المنتجات اللي ما حبيتهاش، وحبيت اوريكم اللوك. انا مش عاجبني اللوك، وهو ده غرض الفيديو، عشان كده خليت ان اللوك تشوفوه في الاخر. لو حابه تكملي معايا الفيديو، يلا نروح على اللوك، ويا رب يعجبكم.
هتلاقوه في صندوق الوصف تحت، وكمان الفيديو اللي هي عملته هعمله لكم فيه كومنت مثبت عشان تروحوا على طول على الفيديو. واوعوا تنسوا تروحوا الرورو وتقولوا لها انكم من عند موني ستايل. اتمنى في اخر الفيديو تعملوا لي انا الاول لايك، وبعدين تروحوا الرورو وتعملوا لها كمان لايك، وتقولوا لي ايه السنه دي في 2020 الحاجه اللي ما حبيتوهاش وكرهتوها علشان نجمعها كلها. وما تنسوش تتابعوني كمان على الانستجرام بتاعي، بقى ايه بقى الشغل فيه نار النار. بحبكم قوي، وما تنسيش تعملي كمان اشتراك لو لسه ما اشتركتيش في القناه، وتسيبي لي كومنت. مستنياكي، بحبك قوي واشوفك على خير. باي باي.